السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا. يعني لو عندك لفة جلاش وحطها كده في الفريزر وكانت متكسرة عندك ومش عارفة تعملي بيها ايه، هنعمل بيها أحلى فطيرة النهاردة بحشوة الفراخ، وهنشوفها مع بعض شكلها عامل ازاي. بجد حلوة جدا ومقاديرها بسيطة ومكوناتها موجودة إن شاء الله في البيت. وقبل ما ندخل على الطريقة ياريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نسمي الله، صلى على الرسول، ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجه هبدا اعمل الحشوه. معايا هنا صدر فرخه واحد يا جماعه، يعني ربع فرخه بس. حطيت طاسه فيها شويه من الزيت ونزلت كده بقطع الفراخ بعد ما اخدت لون كده، والنار تكون عاليه علشان ما تنزلش الميه بتاعتها. هبدا بقى اقلبها بالشكل ده كده اهو. وهكون مجهزه بصلايه كده مقطعاها قطع صغيره بالشكل ده. هبدأ بقى أشوح البصلة لحد كده ما تدبل مع الفراخ بتاعتي. بعد كده هنزل كده بشوية من الفلفل، كان عندي أحمر وأخضر، نزلت بيهم برضو وقطعتهم كده قطع صغيرة، وهبدأ أشوحهم بقى مع البصل والفراخ بالشكل ده كده. بعد كده عندي بقى ملح، فلفل أسود، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، كزبرة ناشفة، وبهارات فراخ. حطيتهم بقى وهبدأ اشوح الفراخ بتاعتي بقى مع كل الكلام الجميل ده. شايفين بقى يا جماعة، طبعا الفراخ ما بتاخدش سوا كتير على النار. بعد كده بقى عندي هنا لفة جلاش طلعتها كده من الفريزر، وهبدأ اقطعها بالشكل ده كده يا جماعة. شايفين بقى شكلها عامل ازاي، وبفرفطها كده. وبعد كده جبت الصينية بتاعتي دهنتها دهنة سمنة كويسة. وبعد كده بقى هحط نص طبقة الجلاش وهفرده في الصينية كويس. وبعد كده هنزل بقى بالحشوة بتاعتي بالشكل ده كده. وبعد كده كمان هجيب النص التاني من طبقة الجلاش وهحطه فوق الحشوة بتاعتي، وهضغط عليها كويس بالشكل ده كده اهو يا جماعة. بعد كده معايا كوباية حليب، ربع كوباية زبدة، معايا بيضة، معلقة بيكنج باودر، معايا معلقة ملح، ورشة فلفل اسود. هقلب بقى كله كده مع بعضه بالشكل ده كده لحد ما كله يختلط مع بعضه. وده بقى الخليط اللي هنسقي بيه الجلاش بتاعنا. شايفين بقى، جميل جدا، هيعمل لك احلى فطيره. شايفين شكلها عامل ازاي. هسقيها بقى كلها كده وابدا اشرب الصينيه كلها كده، وبسوي كده الحروف بتاعتها كده بالمعلقه. وبعد كده يا جماعه هدخلها الفرن. طبعا الفرن بيكون سخن، بشغل من تحت ومن فوق. بدخلها كده في الرف الاوسط بالشكل ده كده يا جماعه. بتقعد حوالي 20 دقيقه او 25 دقيقه. واول ما بتخرج بيكون شكلها كده يا دوبك، بس هي اخدت معايا لون بسيط بالشكل ده كده، وشها احمر كده. بعد كده خرجتها، حطيت كده شويه من الجبنه الموتزاريلا. وطبعا دي خطوه اختياريه، مش عندك جبنه ما تحطيش، وبتسيبيها بقى في الفرن تكمل سواها. وبعد كده بقى بدخلها الفرن تاني لحد كده ما الجبنه بتاعتي تسيح بس كده من على الوش. وبعد كده خرجتها. شايفين بقى شكلها يا جماعه، حلوه جدا. يعني ايه، لفه الجلاش ما كلفتناش حاجه. كان عندي ربع فرخه كده في التلاجة عملته، وبجد كان احلى عشاء ممكن تعمليه بقى للاولاد كده جنب كوباية شاي أو جنب كده أي حاجة سخنة يشربوها. وشايفين بقى بعد ما قطعناها قد إيه هي طرية وحلوة جدا. شايفين يا جماعة شكلها، والحشوة كمان من جوه حلوة جدا جدا. شايفين بقى شكلها عامل ازاي. وطبعا لو عجبك بقى الوصفة بتاعتي ياريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.